الارقام اللي انتوا شايفينها دي بالنسبه لرائد اعمال صاحب فكر او حتى صاحب مشروع مهمه جدا، ومن الارقام دي بيعرف يحدد حجم السوق وكمان حجم الشريحه المستهدفه من السوق اللي هو مستهدفه ده. وبكل بساطه بالنسبه للي انتوا شايفينه ده، فده بالنسبه لقطاع التعليم في مصر بالعدد، وكمان دي حاجات موثقة من الدولة. بس السؤال ازاي تجيب حاجات زي كده؟ عندكم ده بتاع قطاع التعليم كامل، سواء من اللي هو عدد الطلاب، عدد المدرسين، كله اللي هو اللي عندهم حالات خاصة، المعاهد، كل الأرقام، كل حاجة حرفيا ممكن أي حد يحتاجها في قطاع التعليم. وبالمثل في القطاعات الأخرى زي ما انتم شايفين. تمام، دي الإحصائيات طبعا بتاع سنة 2022، لسه ما اتضافش اللي هو بتاع 23 أو 24، ولكن تقدر تعرفهم عن طريق إنك تجيب النسب بتاع السنة مثلا دي وبتاع السنة اللي فاتت، وتقسم اللي هو بتاع السنة اللي فاتت على السنة دي، هيطلع معاك نسبة. النسبة دي هتكون نسبة الزيادة، فممكن من خلالها تتنبأ. يعني بص، جيب حد بتاع حساب هيقول لك الحوار ده. ولكن الفكرة كلها إن في الموقع اللي انتوا شايفينه ده عليه كل الحاجات الخاصة بالقطاعات المختلفة تبع مصر، والتوزيعات حوالين الدولة، كل حاجة حرفيا أي حد هيحتاجها في إنه بيعمل مشروع في التعليم، في الزراعة، أي حاجة، هتلاقي الأرقام قدامك بالواحد. تمام، اللي هو بالواحد كده، اللي هو زي ما انت شفته. تمام، وده هيكون مهم جدا من حيث انك تعرف حجم السوق. يعني انت مثلا عندك فكرة، لكن حجم الناس اللي هم مهتمين او في القطاع ده قليلين، او حجم الشريحة في القطاع ذات نفسها قليلة، ففي مخاطرة، او حجم السوق كبير. ده بالنسبة ليك. بالنسبة للمستثمر، وقت ما توري له ارقام كبيرة وبالظبط وبالتفاصيل وارقام معتمدة، دي بتكون كويسة جدا ليك في فكرة فرصة الاستثمار، وهكذا. ولو لقيت حاجة تانية زي كده هبقى اشاركها معاكم. ماشي، ماشي، يلا سلام.